ليه اللي بيدرس لغة جديد بيتقال عليه beginner؟ اللي بيدرس لغة جديد بيبقى اسمه beginner، مع ان يبدأ يعني start. فليه المبتدئ في اللغة او اللي بادئ في اللغة جديد اسمه beginner وجاي من الفيرب begin مش جاي من الفيرب start، مع ان الاتنين معناهم يبدأ؟ الفكرة ان verb begin و verb start الاتنين معناهم يبدأ، لكن الفكرة ان begin بتبقى للحاجة الاوفيشال شوية اكتر او الحاجة الرسمي اكتر شوية. start عموما عام معناها يبدأ، لكن begin يبدأ برضو المعنى واحد لكن الاستخدام هو اللي بيختلف. فبيجنر في اللغة لان دي حاجة المفروض ان هو اوفيشال، فعشان كده بتاخد الفيرب begin مش start، فعشان كده بيتقال على المبتدئ في اللغة beginner وليس starter. في starter بتبقى في حاجات تانية، لكن لان بداية دراسة اللغة فدي بتبقى حاجة يعني دراسة فحاجة جدية، فبتاخد الفيرب begin لانه بتبقى الحاجات الاوفيشال او الرسمي اكتر شوية. ده فرق في الاستخدام لكن المعنى واحد، لكن الفرق بين begin و start بيكون في الاستخدام. And good luck.